السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من بودكاست قصص اللعيبة، وضيف حلقتنا النهاردة أنا حابب إن أنا أقول له تقديمة كده. زي كل لعيب هيبقى ليه تقديمة. في لعيبة بتكسب بس الفريق بيخسر، وفي لعيبة بتلمع بس الحلم ما بيكملش. ضيف النهاردة هو هداف، الناس كلها بتتكلم عن أهدافه بس هو نفسه بيفكر في هدف واحد ما جاش. معانا علي حسن، الراجل اللي ضرب الرقم وساب بصمة بس ما صعدش. ازاي وليه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ازيك، عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا كابتن ابو غزال؟ الحمد لله. الف مبروك على البرنامج الجديد، ان شاء الله فتحة خير عليك باذن الله. تسلم لي. هنبدأ مع بعضينا حلقة بودكاست خفيفة كده، وفي آخر الحلقة هنسيب لهم بقى المفاجأة بتاعتك الأخيرة. تمام كده؟ انت اللي هتعلنها بقى للناس مش انا. لا خلاص خليها معاك بقى. خلاص هنقولها لهم في آخر الحلقة. خليها معاك ماشي. تمام. هنخش بقى ايه في الموضوع على طول. تمام كده. اول موسم ليك هداف الدوري، احكي لي بقى، دي كانت ضربة حظ ولا كنت جاهز للحظة دي؟ هو احنا اشتغلنا قبل الموسم، انت عارف طبعا بنبدا بدري، النادي عندنا بيبدا بدري ومفيش حاجه اسمها ضربه حظ. احنا شغالين، بنشتغل كتير قوي. يعني احنا فرقه مثلا اف سي، انت عارف اللي احنا بنشتغل كل ده ممكن ننزل قبل الناس كلها بشهر. فطبعا مفيش حاجه بتيجي كده، والحمد لله ربنا وفقني. واول موسم كان كويس والناس ساعدتني يعني بصراحه. بقياده الكابتن احمد سالم راجل محترم يعني، الله يبارك له. يعني الراجل ما قصرش معانا في اي حاجه يعني. يعني انت شايف ان اول موسم هداف الدوري و... والدنيا كانت ماشيه معاك كويسه؟ يا عم انا طيب، تشيل هداف الدوري، انا طيب، انا ما فيش الكلام ده. لا ده كان اول موسم انا اتعرف عليك في الصراحه. يعني ده كان اول موسم انا اعرف علي حسن في الموسم ده. بص، هو يعني اللي عطلني شويه الجيش، فانا كنت خارج اصلا مش في دماغي الموضوع قوي. بس بصراحه لما صادفت بالناس دي، بصراحه ناس محترمه جدا، الناس طب وقفت جنبي انت كنت قبل اف سي يونيون كنت فين قبل ما تيجي النادي؟ بص انا بدات في ايجلز، كان في اكتوبر، كان واخد اسم الكوم الاحمر. ده كان موسم 2000 وكام؟ مش فاكر قوي، بس هو يعني 2014 كده، في 2015 كده. دي اول حاجه ليا. وبعد كده بقى انطلقت، انا قعدت سنتين. بعد كده قعدت مثلا 3 شهور في الانتاج الحربي، بس وديت الورق وما حصلش نصيب، ما كانش فيه قيد يعني والحمد لله. وبعد كده بقى رحت جونيورز الحمد لله. انت لعبت براعم؟ لا ما لعبش براعم. يعني انت يعتبر بدأت كرة كبير. لعبت ناشئين على طول. يعني انت بدأت مثلا كرة وانت كام سنة؟ يعني اول ما بدأت ايجلز. ايجلز هو 14 سنه 15 سنه في الحدود دي. بس انت كنت بتحب الكورة؟ لا انا بحب الكوره طبعا، مفيش حد ما بيحبش الكوره، اي حد بيلعب لحد دلوقتي بيحب طب انت الكوره. مثلا ليه ما بدأتش مثلا براعم؟ يعني ايه اللي مثلا عطلك ان انت تلعب براعم او ما احتكتش بالكورة من وانت لسه صغير؟ بص انت عارف طبعا اي حد في اسره، فاول حاجه بالنسبه له التعليم. ايوه. فالكوره دي موضوع ايه، كوره ايه، كلام فاضي وبتاع الناس الكبيره كده. فانا كنت بلعب اصلا من ورا ابويا لحد مثلا 11 سنه، لحد بقى ما اتفرج عليا وخلاص يعني. سابني بعد كده انا. سابك. عيش العب بقى خلاص، هو شافني فعجبته فالعب خلاص. انما انا ما يعني انت كانش مش شايف ان هو ممكن يكون ضيع عليك مثلا فرص او ولا؟ بص انا مش مؤمن ضيع دي، مش مؤمن حد ضيع فرص. هو كل حاجه بترتيبات ربنا وربنا كاتب في وقت معين كده، ووقتك ده كده، ووقتك ده كده. انا بالنسبه لي طول الناس بتتكلم عليا كويس فخلاص ما ضيعش حاجه. انا ده مكاني دلوقتي، ما استحقش اكتر من كده. لو استحق اكيد ربنا هيكافئني يعني، او هيديني على قد ما انا تعبت. بس انا تعبت في المرحله دي، فهو انا في المرحله دي عشان كده بس. طب هنرجع بقى ايه لنقطة الموسم الاول تاني. طب انت لما كنت هداف الفريق وهداف الدوري في الموسم ده، انت كنت شايف نفسك بعد ما كنت هداف الدوري كنت شايف نفسك نجم، ولا كنت بتخاف من لحظة انك انت تقع في الموسم؟ عايز التفصيلة الصغيرة دي. بص والله مش فكرة كده، هو الواحد
يعني كل بعطش نفسي ازاي اللي انا مش نجم، عشان انزل الماتش اللي بعده يبقى عندي نفس الحماس بتاع الماتش الاولاني. يعني انت بتقول لي ان لا انا مش نجم، ما انا بالنسبه لي كلاعيبه مصر كلها انا بالنسبه لي كلها شبه بعض. بالظبط. فانا بالنسبه لي لا انا مش نجم، انا ما عملتش حاجه النهارده، انا ايه يعني جبت جول مش حلو. بدي لنفسي يعني بكسر من نفسي عشان اجي الماتش اللي بعده احاول ان انا اجيب جون واثنين وثلاثه بس يعني الحمد لله الدنيا. طب ليه ممكن يكون مثلا زمايلك معاك في الفرقه ممكن ما يكونش بيبينوا حاجه زي كده، يشوفوا مثلا ان انت ممكن تبقى مغرور، يحسوا ان انت مثلا زي انا قلت لك انت انت نجم، ليه هما ممكن يحسبوها من ناحيه تانية ان انت تبقى مغرور مع ان مصلحه الفرقه واحده؟ ليه ممكن تتحسب كده؟ بص هو مش كل يعني مش كل اللعيبه، مش كل في لعيبه كده وفي لعيبه كده، بس يعني الاغلبيه بصراحه لا لعيبه كويسه وسنها صغير، وانا بتنبأ ليهم بمستقبل كبير بصراحه. خير ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. في سؤال كده برضه هسأله لك. انت قدام الجون، انت قدام الجون اهو، انت النهارده الاسئله بتاعتك كلها قدام الجون في ال 18. انت بتتصرف براحتك؟ يعني القرار بيبقى جاي لك من جواك انت وازاي يعني بتضحك على الحارس في لحظه كده انك انت تجيب الجون؟ انا هقول بس لقطه كده، انا فاكر لقطه الجون اللي انت قعدت تدور عليها في ماتش الاهرام، الكورنر اهي حاجه اهي. الفيديو حتى اقول لك ابعتولي. دي خطفه انت خطفتها كده من قدام الجون، هداف. احنا بقى عايزينك تتكلم عن لحظات زي كده. ممكن برضو زي ماتش كان في ماتش الترقي، الجون اللي هو بتاع ماتش الصف، ده انت جايب الجون من ربع فرصه. بص انت دي بقى دي حاجه جواك. انت كده انت بتبقى عايش معانا، وانت بتبقى يعني شايفنا ازاي. اول حاجه هو توفيق ربنا الحمد لله، يعني اهم حاجه الواحد بيبقى نازل كده، اهم حاجه النيه صافيه الحمد لله وتتكل على الله بقى. اما الحته بتاعت ال 18 دي بتبقى توفيق وعدم توفيق، بيبقى في شغل، بيبقى في شغل في التمرين. حتى لو الشغل مش مدرب الواحد بيشتغل، ممكن اشتغل نظري. يعني عايز برضو كابتن نبيل راجل محترم، حابب اشكره. كابتن نبيل طبعا وقف معايا كتير، كان بيشرح لي نظري كتير، وانا من النوعيه اللي بحب اسمع وبحاول اطبق من مكاني. يعني ايه من مكاني؟ ممكن اتفرج على فيديو مثلا كده على اليوتيوب، او فيديو ليا مثلا قديم وما عملتش فيه اللقطه دي، فاللقطه اللي بعديها انا عملت كده زي ما انت بتقول. يعني انا ممكن اكون جربت الجون ده مره او اتنين فما جوش او قطعت غلط، فالتايمنج بتاعها التالتة دي كان مظبوط. يعني بذاكر ساعات بالليل كده، انت فاهم لعيبه الكوره، اقعد اذاكر بالليل كده لحد ما بتعملوا زي يعني برضه بعض. ما لازم، انت فاهم، لازم تذاكر. طيب هنقفل ملف الموسم الاول عشان هو برضه كان مليان تفاصيل كتير. هندخل الموسم الثاني، تمام كده؟ الموسم اللي كلنا تقريبا كنا عندنا عقده نفسيه من الموسم ده. الموسم الثاني كان في امل ان الفريق بيجري ورا حلم، بس في الاخر الحلم ده وقع. احكي لي اللحظه اللي انت حسيت فيها ان الصعود راح. بص يعني الموسم ده مش هقول لك من اصعب اللحظات اللي عشناها كشخص بقى، يعني مش ككوره، لا كشخص. بص الموسم ده احنا عملنا كل حاجه. انت كنت معانا من اول شهر 7 السنه اللي فاتت. يعني لا كان في، احنا كنا ماشيين كويس. الدور الاول احنا كسبنا كل الماتشات كسبناها، ما تعادلناش غير تقريبا ماتش، اول ماتش في الدوري. الدور الثاني برضو كنا ماشيين كويس اول جولتين، بعد كده حصل دروب في المنيب. من هنا انا شايف حصلت مشاكل. كملنا وبعد كده ماتش كايرو برضو خسرناه، نفس المشاكل وما عالجناش، ما حاولناش اللي احنا نعالج. اما رحنا للترقي طبعا كان في تهاون من بعض الناس كتير مقصرين. انا برضو واحد من المقصرين، يعني مش عايز اظلم حد، انا برضو المقصرين طبعا قصرنا.
بس لما وصلنا الترقي بقى خلاص، لا احنا قابلنا سوء حظ مش طبيعي، قابلنا سوء حظ مش طبيعي. الكوره كانت بتمشي على الارض، انت مش فاكر الماتش اللي انا كنت بشوف فرق كتير. بتبقى حاجات غريبه. انا كنت بقى يعني انا الموسم خلص قعدت اكتر من شهر ونص، يعني انا قاعد انا قاعد بفتكر الماتشات بس، لا لحد الشهر بحاول ان هو في ايه. هو ما بتخشش ليه؟ هي فعلا هي ما بتدخلش ليه، وبقى لو ركزت في نتائج الماتش هتلاقي 1-0 2-1 3-2، ومش عايزه، يعني الكوره مش عايزانا، يعني تيجي توصل لتعادل مش هتتعادل. وبالذات ماتش الصف ده مش من ماتش هنساه. الصف لماتش كايرو، الماتشين دول آه كان حتى الموضوع ماتش صعب. سمارت، يعني اول ماتش ان احنا نخسر ماتش سمارت ده في الوقت ده. ما هو هنا كان في خطأ، هنا كان في خطأ بعد الماتش. مش عايز اقول الجهاز الفني، مش عايز ادخل في تفاصيل، بس هنا يعني وصلوا رساله للعيبه اللي انت عملت اللي عليك، واحنا طالعين خسرانين 3 بونت في الترقي، المفروض اللي انت الفرقه بتلعبها انت 50 وهي 50، بالظبط. فانت ما عملتش حاجه. لا احنا اللعيبه خرجت، حد من الجهاز انتوا عملتوا اللي عليكم سقفتوا، انا بصراحه كنت ضد ده، وكان معايا من بعض اللعيبه لا احنا خسرانين. فده وصل معلومات لباقي اللعيبه اللي انت عملت اللي عليك، فده برضو من ضمن الاخطاء، وما كانش خطا سهل لان في الترقي مثلا ممكن تكون الخبرات عندنا قليله، بس عندنا كواليتي لعيبه محترمه. شايف ان ممكن يبقى ان الفرقه دي السنه الجايه تصعد؟ بص انا دايما بقول في الكوره عجايب، ما تقدرش تضمن حاجه، بس طبعا كابتن شيكا بقول له الف مبروك طبعا، ربنا معاه، راجل محترم جدا وشغله باين، انا اتمنى له التوفيق طبعا، يعني ده اخونا مش حد غريب، اتمنى له التوفيق، اتمنى له التوفيق، يعني برضه داخل من مرحله صعبه، ان المرحله دي انك توصل للترقي وتبقى في الصعود خلاص مفيش سلمه وتنزل، فانت يا دوب بتبني في حاجات اتهدت فهو بيبنيها، فربنا معاه ان شاء الله باذن الله يصعدوا للثالثه باذن الله ان شاء الله. سؤال كده برضه هسأله لك. انت في الماتشات او بالذات في الموسم الثاني انت عملت اللي عليك وجبت جوان، بس انت كنت لوحدك، يعني ما كنتش حاسس، ما كنتش كفايه انك انت كنت لوحدك، ولا ده كان قدر الكوره؟ بص هو ما تقدرش تتوقع قدر الكوره، ان يوم تحت يوم فوق، انما دي لا ما كنتش لوحدي، ما فيش لعيب بيلعب كوره لوحده الصراحه، يعني لا في ناس بذلت معاه جهد رهيب، يعني يعني بيكر حدث ولا حرج طبعا ده المايسترو بتاعنا ده. ده حته حلويات كده معانا ما شاء الله، لا معايا لعيبه جامده جدا، معايا زيكا، معايا أبو حميد، انا كل عمري بكلمك في دي 20 يعني لسه لعيبه، لا ما شاء الله لعيبه في حته تاني، دخل لنا برضه بيبو ودخل لنا معتصم ودخل، مش عايز انسى حد بس لا الصراحه اللعيبه كلها هو احنا لو هنتكلم في الحق، يعني انا كنت عشان كنت واحد من يعتبر من الجهاز وعشت معاه كل اللحظات دي كلها، هو انا شايف ان التيم ده مش هيتعوض تاني، بعيدا ان حصل مشاكل ويعتبر ان التيم اتفركش، بس هو التيم ده مش هيتعوض تاني. بص هي ما تتحسبش كده، انا ممكن ده من وجهة نظري انا، ممكن، بس هو يعني كل وقت وليه اداء، فالتيم ده كان افضل تيم في الوقت ده، بالظبط. ممكن الموسم الجاي تلاقي لا تيم اقوى، بس انا زعلان ان التركيبه دي مع بعضيها ما حققتش النجاح، او وصلت مثلا لنص النجاح، بس النجاح الكامل ما وصلتلوش، فلا ما كنتش لوحدي طبعا، هو حتى اللعيبه اللي بتطلع من 2006 لعيبه محترمه جدا، لعيبه كويسه جدا، يعني لا في ما شاء الله لعيبه، بس ممكن بقى توفيق وعدم توفيق، ما تقدرش تقول غير كده، هتقول ايه؟ انا بقول لك في الترقي والله العظيم الكره بتمشي على العارضه ماشيه على الخط، انا رايح انفراد من نص الملعب انت شايف الكره رايحه في الجول بتلاقي لا كان في حاجات غريبه، لا ما كنتش لوحدي، اللعيبه ما شاء الله، هو الحمد لله ان احنا مش هننسى بالذات الكور اللي في العرض دي، انا بقول لك حاجات غريبه يعني دي اللي مش هننساها. نبدا في
النسخه الثالثه بقى، ايه النسخه؟ قرار الرحيل. بعد موسمين قررت تسيب الفريق. الناس شافت القرار صعب، وانت شفت ايه؟ انا مش عايز امشي اصلا، مش عايز امشي. يعني انا مش عايز امشي، مش حابب امشي. بس لما يجي لك خطوه اعلى لازم تفكر. هي ممكن في ناس بتحسبها انانيه، او انت تبص لمصلحتك، تبص لمصلحه الناس كلها. طبيعي ان انا ابص لمصلحتي، بس انا الحمد لله يعني انا ماشي والناس راضيه وكل حاجه، وحتى لو كان في حاجه هم خدوها، لو كان انا ليا حاجه خدتها، والحمد لله يعني ما تدخلناش في مشاكل، ما تدخلناش في مشاكل. انت دلوقتي في فريق جديد. مين قال لك كده؟ مين قال لك الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. من تحت الترابيزه بنعرف. ماشي. شايف نفسك فين؟ الخطوه اللي جايه والخطوات اللي بعد كده. طبعا اتمنى لك أنا عارف. دوري ممتاز عشان ان شاء الله، استضيفك تاني. ان شاء الله باذن الله. والله يا ابو غزاله انت عارف، يعني شغال على الخطوه دي ان شاء الله باذن الله. حتى لو ما جاتش مش هبقى زعلان برضه، يعني حتى لو ما جاتش انا. انت شفت طبعا، يعني انت الحمد لله برضه اللي ايه فاهم الحاجه دي متصوره، انت شفت بنفسك. يعني انت شفت بنفسك الواحد بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وفي الملعب بيبقى عامل ازاي. فحتى لو ما جاتش، حتى لو فضلت في الدرجه دي او اللي فوقيها او حتى الممتاز بيها او محترفين، انا عن نفسي مش زعلان. لان انا قلت لك في الاول ان انا لا، انت تعبت كده فده قدرك. فالحمد لله على قدري يعني. حتى لو ما وصلتش فانا مبسوط باللي انا عملته، وانت يعني الحمد لله. مش هقول لك اكتر من كده. طيب، حاجه كده من الذاكره. اكتر جون انت جبته والجون ده انت بتحب تتفرج عليه. ما صورتوش انت؟ ايه الكسوف ده بقى؟ ما صورتوش. طب انهي صورت. جون؟ انا صورت لك كذا جون، هقول لك. بس جونين ايه الطلبيه، فيهم جون مارادوني، فاكره؟ ده كان الجون الثاني الموسم ده ولا الموسم؟ ده الموسم ده، الموسم ده. اللي خلص يعني. كان جون مارادوني، خدت الكرة من نص طب اقول لك على الملعب حاجه، وقعدت اعمل كده. اقول لك على حاجه. قول. انا ما جيتش الماتش ده اصلا. لا جيت. انا ما جيتش لا، ده جيت. الدور الاول ولا الدور الثاني؟ الدور الثاني ما جيت. جيتش الماتش. اللي كان في اوسين. ايوه ما جيتش الماتش. لا جيت. لا الدور الاول. الدور الاول ماشي الدور الاول اللي خلص 3-1. كنت انت موجود، قلت لك طب انت ما وصلتش ليه؟ قلت لي ايه؟ كنت بصور صور. هطلع لك التليفون دلوقتي. لا كنت بصور صور. هطلع. ده اكتر جون يعني، ده اكتر جون. ده اكتر جون عشان يعني كان في شغل فردي كتير. أيوة. انما لا، اللي جون انت صورتها جون الاهرام طبعا. في ماتش كمان، لا في جون انت جبته. احنا الماتش ده كسبناه 1-0. الماتش ده بتاع الهرم. ماتش الهرم. هي الفرصه الوحيده اللي في فرصه. هي الفرصه الوحيده اللي كانت في فرصه، الماتش. ماتش مقفول وكل حاجه بايظه وانت من فرصه جت. والحمد لله انت عارف توفيق ربنا. مش هنسى جون برضو معتصم، عشان ما ننساش معتصم. لا معتصم. ماتش الدقي. معتصم. مش انا خدت الكور ونزلت اجري بيها في الملعب. لا معتصم ده حد محترم، يعني شخصيه محترمه جدا. ربنا يكرمه ان شاء الله. ده برضه من اللعيبه اللي بتنبأ لها في حته تاني. ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. طيب، ده سؤال بقى، ايه حاجه كده في الملعب. ايه اكتر مدافع قرفك من ناحيه فرقتنا او من ناحيه اي خصم، وده يعني زهقك بمعنى الكلمه؟ والله العظيم مش عشان حاجه، بس ما فيش في الخصم حد ضايقني. انت عارف انا بعمل ايه. انا ما فيش حد بيضايقني. انا بقى في الفرقه بتاعتي بجد لا اتضايقت من يوسف ياسر ومعتصم، يعني الاثنين بيخبطوا فيها جامد. ده في التمرين. في ماتش في ماشي. التمرين بيقعدوا يخبطوا فيها جامد، فانا مش هتقدر تعمل حاجه معاهم. مش انا كنت هتقدر. معايا صوره للموسم الاول في تدخل ما بينك وما بين معتصم. نزلها دي في كان في الطلبيه. لما كان في الطلبيه. اه لا كان مقاتل. لا، انا شفت الصور دي صدفه بجد والله. لا انا مش عارف ان هو اصلا كنت بيلعب في بروح الطلبية. له. انا حتى جبت الماتش ده جون المكسب. يعني هو مش مقتنع، يعني مش مصدق لحد دلوقتي. والله هو مش مقتنع ان هو احنا كسبنا بالعافيه، بس انا هو قلت له كان مطلوب مننا اطرد وليد في الماتش ده. كنا كسبانين 2-0 واطرد وليد الماتش في الشوط الثاني، والماتش اتقلب علينا من 2-0 بقى 2-2. فالماتش كان متكحول خالص. وبعدين انا كان جنبي جمال وحس بكرامبات كده وفضل وقف. قمت انا بقى رايح على معتصم ده قبل ما يجي لنا طبعا.
هو مش مصدق ان انا قلت له انا ما في المطوشه ما لو انت امين ماليش دعوه. لما جه بقى كان بيخبط فيا ان هو يوسف فيصل، بس انا مش هلتحم طبعا، بخاف منه اصلا، بخاف هو منه. فعلا يخوف. انت فاهم شو عامل ازاي اصلا. طيب لو جمهور فريقك القديم والناس اللي هي بتحبك سامعينك دلوقتي هتحب تقول لهم ايه؟ هحب اقول لهم ما تزعلوش، ان شاء الله هنرجع كده كده، انت عارف عشان كده راجعين ان شاء الله. بس عايز ارجع وانا محقق حاجه يعني، سواء يعني في التدريب معاهم او في الملعب، بس انا لسه قدامي شويه في الملعب. اول حاجه انا من ناحيه انا اتمنى لك ان شاء الله تكسر الدنيا السنه دي إن شاء الله. مع فريقك ان شاء الله الجديد. مفيش الكلام ده. طب لو جات لك فرصه ترجع تاني يونيو تعمل ايه؟ ارجع يونيو، انا ما اقدرش اتاخر عن النادي ده جواك من جوايا والله، ما اقدرش كلام. اتاخر. يعني لو ترجع هرجع مفيش مشكله عن النادي ده يعني. احنا بينا كشري كتير مع انا بعض. بقول لك النادي ده لمعني في بصراحه. فيديوهات كتير معانا في- بناكل كشري بس. الحمد لله. هنعمل ايه؟ ده هو مستني ازوم الكشري بعد ما اقبض. انا مستني اول ماتش للشيك عشان اروح احجز كرسي. لا واحنا ان شاء الله بناكل الشيكه كشري بقى إن شاء ما الله. ياكلش كشري، الشيكه يقدم على الكباب يغير بقى. لا ما تهزرش يا علي، احنا يغير الكباب عشان يغير، ما هو الكشري ده جاب في الاخر ما جابش صوت. لا بس كنا بناكل كشري. ماشي نغير نخش مطعم تاني هنقعد ناكل كشري. طيب عشان وصلنا للاخر حابب اقول لك حاجه. الهداف ممكن يسجل بس مش دايما بيحقق الفوز لوحده، بس الروح اللي بتفضل تجري ورا المرمى هي اللي بتوصل للاخر. كنت ضيف، ودي كانت حلقتنا مع الهداف اللي فضل قدام الجون بس لسه بيجري ورا الحلم. ان شاء الله. مش هتعلن بقى عن فريقك الجديد؟ مفيش فريق جديد لسه لسه مفيش فريق جديد. خلاص هبقى اجي ازورك بقى. لا ان شاء الله ربنا معاك كده وخطوه كويسه. اتمنى انت تكمل ما تزهقش، كده كده جايه لك يعني ان شاء الله باذن الله. محلق ده بقى المره الجايه ان شاء الله دي الخطوه بقى اللي بإذن الله. لازم اتعلمها بقى. لا خلاص كده كده اتعلمت. انت اشتغلت خلاص مع بقى. كابتن مصطفى حمود، عايز إيه تاني؟ هتقعد تجري ورا اللعيبه بعد كده. لا بقى خلاص. بص انا الفكره بقى الفتره الجايه مش محلل اداء، ابقى وكيل لعيبه على طول. لا انا ارشحك في الموضوع ده جدا، الموضوع ده بقى اللي هيمشي الفتره الجايه. بس لازم نتعلم من كابتن احمد. بص انا بتعلم منه الاداره، ما هو يعني بتعلم منه الاداره اكتر. لا دلوقتي كلام بقى في بحب الماديات. كلام في ما- الماديات كابتن احمد سالم بص موضوع بيرفكت بيرفكت. احب اوصل له شكرا ليك طبق كشري، غير كده مالكش حاجه تاني. خلاص يعني هو ليه طبق كشري خلاص. مش طاجن حتى. لا احنا مش كنا طاجن. بنروح ناكل كشري، هم اللي كانوا بياكلوا طواجن. انا هو بياكل طاجن موتزاريلا وانا تاكل لي كشري، انا هجيب له طبق كشري. طب دي كانت خلاص حلقتنا النهارده، وبرضه مش عايز تعلن عن فريقك الجديد؟ مفيش فريق جديد. مش عايز بقول لك تعلن؟ بعد الحلقه بقول لهم. خلاص هنسيبها دي الفتره الجايه. لا انت هقول لك يبقى اقول لهم بقى خلاص. خلاص قول لهم الفريق الجديد مفيش فريق جديد برضه. مفيش فريق جديد. هو في فريق أقول لهم جديد؟ أنا. ما انا كده هتنزل انت هتعمل لي مشاكل، ده أقول لهم. يشوف وده يشوف عايزين عزومه، انت مش فاهم حاجه. يعني نعتبر ان الطبق، طب بعد اذنك اعمل الطبق ده، هات الطبق ده، هات. ده كان ليه فلوس عندي فانا رجعته. لا الطبق ده بقى اهو عشان تعرفوا ان انا اول واحد اتعزمت اهو. ده كان ليه معايا أهو. فلوس قديمه أهو. عشان هو نزل فريق جديد، مش هنقول نزل فين. يا أهو. ابني مش كان ليك 200 جنيه خدتهم؟ لا، ولا ما 150 حصلش. جنيه؟ ما حصلش. ما حصلش، ده عشان فريقه الجديد. ان شاء الله المره الجايه عند حضرموت بقى ان شاء الله. كنت هعمل لك السي في بنص فرخه. بجد والله. طب كويس انك كنا متفقين على كده. نص فرخه تعمل ده على ادالك من غير حاجه. يا عم خير ان شاء الله، خير نكسر الدنيا، ومش هنقول فريق جديد. احنا فريق جديد ده كلام فلوس، ده اقول لك عايز على ياكل حاجه، وده عايز ياكل. اقول لك على حاجه قول. هنتقابل انت طبعا. هتبقى مع اكتوبر، انا هبقى مع اكتوبر. انت وانت- كده عمال توضح واحده واحده. يعني انا كده هبقى مع اكتوبر، يعني في درجه تانية. اكتوبر ومعايا برضه. اكتوبر اهو ومعايا. هنتقابل رايح جاي. مفيش مشكله، مصلحه هتعمل رايح جاي. اهو يا عم هقف على ناحيتك مش هصورك. ايوه ربنا ان شاء الله يكرمك. ان شاء الله ربنا يوفقك، باذن الله. وخطوه كويسه ليك، وان شاء الله لخطوات احسن. ان شاء الله باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده مع الهداف علي حسن، وان شاء الله استنوا حلقات تانية كتير، واستنوا الحلقه دي يوم الخميس الساعه 10
على اليوتيوب، وان شاء الله استنوني بقى في حلقات تانية كتير. يلا سلام.